في أحد الأيام قرر جحا أن يذهب إلى السوق ليبيع حمارا، وبينما كان يمشي في الطريق تملكه شعور غريب، وبدأ يفكر إنه لا يريد بيع الحمار، بل أراد أن يختبر ذكاء الناس. وصل جحا إلى السوق وبدأ يصرخ بصوت عال: الحمار للبيع، ولكن بشرط، من يستطيع أن يجعل هذا الحمار يتحدث سأعطيه إياه مجانا. تجمع الناس حول جحا وهم يضحكون، وقال أحدهم: كيف يمكن للحمار أن يتحدث؟ هذا أمر مستحيل. ولكن كان هناك من يريد المحاولة. تقدم رجل وركع بالقرب من الحمار وبدأ يقول: أيها الحمار، تكلم. ولم يكن هناك رد. حاول الرجل مرة أخرى ولكنه فشل. جحا كان يقف هناك ومتوكئا وهو يضحك، وقال لهم: ألا ترون؟ لقد قلت إن هذا الحمار الخاص لا يتحدث أبدا. هذا اختباري لكم، والكثير منكم يعتقد بالفعل أن الحمار قد يتحدث إذا توسلتم له بشكل جيد. ضحك الجميع وعرفوا أنهم وقعوا في خدعة جحا الذكية، وقالوا جميعهم بصوت واحد: ليس هناك أذكى من جحا. عاد جحا إلى بيته دون أن يبيع الحمار، بل وهو سعيد لأنه نجح في خداع الجميع والاستمتاع بالضحك معهم. وفي النهاية قرر أن يحتفظ بالحمار بنفسه، لأنه جزء من مغامراته الدائمة التي لا تنتهي.